خلاص، وبعد ساعات بس بتفصلنا بين معركة كروية وماتش تاريخي بين الأهلي بطل القرن الإفريقي وما بين ريال مدريد بطل القرن الأوروبي لتحديد مصير نهائي المونديال. فيا ترى مين هيكسب؟ ولكن خلينا قبل ما نبدا حلقتنا النهارده وقبل ما نخش للتفاصيل لازم اقول لك احصائيه تكاد تكون سلبيه شويه على جمهور الاهلي، ولكن علشان ما تعشمش نفسك قوي فتعالى نسمعها. وهو ان مفيش مره واحده بس لعب فيها بطل اوروبا كاس العالم للانديه الا وتجاوز الدور ده وصعد كمان للنهائي. على مدار بطوله كاس العالم للانديه ما خسرش بطل اوروبا النهائي غير في 3 مناسبات بس، وهم 2005 و2006 وكمان 2012. يعني ملخص كلامي كده واللي انا عاوز اوصله لك ان بطوله كاس العالم للانديه ما خرجتش بره قاره اوروبا غير في مرتين ثلاثه بس، وهيمنه وسيطره اوروبا كانت على البطوله بشكل كبير جدا. احصائيه محبطه، ولكن الاهلي يبقى الاهلي. كده اقول لك ببساطه شديده ايه هو السبب وراء هيمنه بطل اوروبا على بطوله مونديال الانديه من تاريخه، وهو انهزاميه كل الفرق اللي بيلاعبها بطل اوروبا. وده اللي بيخلي كل الفرق اللي بتلعب قدام بطل اوروبا تتخلى عن شخصيتها الكرويه وتبدا تلعب بواقعيه شديده تفقدها شخصيتها الاساسيه. والدليل على ده ان الثلاث فرق اللي انا هقولهم لك هم الثلاث فرق الوحيدين في كاس العالم للانديه اللي فازوا بالبطوله من خارج قاره اوروبا. والثلاث فرق دول هم كانوا كورنيشنز وساو باولو وانترناسيونال. الثلاث فرق البرازيليين هم الوحيدين اللي لعبوا بواقعيه شديده فقدروا يحصدوا اللقب من خارج قاره اوروبا. والثلاث فرق دول هم الوحيدين اللي فازوا بكاس العالم لانهم تخلوا عن الواقعيه ولعبوا كورتهم وكورتهم بس. والسبب ورا ده هو ان كل الفرق اللي واجهت بطل اوروبا كانت بتدور على الكره الدفاعيه وتنسى شخصيتها وتبدا تدور على اللعب السلبي واللعب الدفاعي، فكان بطل اوروبا بيستنى الفرصه. ولكن هويه واسلوب وكره الاهلي بتختلف تماما عن الاسلوب الدفاعي وبتفرض شخصيته على اي فرقه يقابلها. فهل الاهلي قادر يكسب ريال مدريد بكورته؟ فخليني اقول لك الاجابه ايوه. والله زي ما بقول لك كده كوره الاهلي قادره انها تكسب ريال مدريد لان الاهلي بيلعب كوره جماعيه حديثه من لمسه ولعبه، وبيلعب تحركات من خلف المدافعين سواء طويله او عرضيه وبدون كوره. فقادر الاهلي انه يكسب ريال مدريد بتحركاته وفرض شخصيته، ولكن ينقص الاهلي عمق الملعب سواء الهجومي انه يلعب ما بين قلبين الدفاع وانه يفنش الكوره في الجول. ودي النقطة اللي أنا بعتبرها من أهم عيوب الأهلي، وهو عدم وجود سترايكر قوي يقدر يخلص كل كور الأهلي اللي بيوصل بيها لمنطقة الجزاء. ولكن اللي بيميز الأهلي وينجاته وأطراف ملعبه ونص الملعب القوي جدا اللي يقدر يفرد شخصية الأهلي الكروية، واللي هنتكلم عليهم في 3 نقط مهمين جدا. فتعالى نعرفهم. أهم ال3 نقط بتميز الأهلي وبتخليه دايما يفرد شخصيته وأسلوب لعبه وهويته الكروية على أي منافس في العالم. اول نقطة كنا هنتكلم فيها وهي اللعب الجماعي اللي بيميز النادي الاهلي. اما تاني نقطة وهي الاستحواذ الذكي على الكرة. اما تالت نقطة وهو التحرك بدون كرة وبكرة في خلف ظهر دفاعات اي منافس، واللي بتخلي المنافس يرتبك وتبان ثغرات. اما لو رحنا نتكلم عن ريال مدريد فتعالوا نتكلم عن نقطة واحدة بس، وهي نقطة الخطورة لريال مدريد، ولو قدرت تسيطر عليها اصبحت نقطة ضعف قوية جدا تقدر تكسب من خلالها اللقاء. فخطورة ريال مدريد بشكل عام بتتمثل في 3 لعيبة بس، وهم محاور اللعب الأساسية، وهو توني كروس ولوكا مودريتش وكارفاخال. فأنت لو قدرت تمنع خطورة ال3 دول وتمنعهم من استلام الكرة واستحواذهم على الكرة، أنت قدرت تكسب معركة الاستحواذ ومن بعديها قدرت تكسب الماتش. فخلينا أكلمك عن أهم مشكلة في ريال مدريد، إن ريال مدريد لو خسر معركة الاستحواذ هو خسر المباراة. مهما كان اسم الفرقة اللي بيواجهها ريال مدريد، فبمجرد خسارته لمعركة الاستحواذ بيبدأ يخسر الماتش تدريجي حتى لو كانت فرصه التهديفيه على المرمى عاليه. فتبقى اهم اسلحه النادي الاهلي هو انه يمسك كوره على ريال مدريد ويخسرهم معركه الاستحواذ، ومن بعديها طول ما الكوره ليك فهي اكيد مش عليك. فلو رحنا شفنا ريال مدريد في الفتره الاخيره قدام اي فريق بيلعب على نقطه ضعف وهو الاستحواذ وامتلاك الكوره لفترات طويله، ده بيرهق دفاعات ريال مدريد وبيرهق كل لاعيبته بدنيا. بدل ما هم كانوا بيلعبوا بالشوكه والسكينه هتلاقيهم دلوقتي لا، عاوزين يجروا ويتحركوا على الكوره
فبيخليهم مرهقين بدنيا بشكل كبير، وده اللي بيدي فرصه لاي فريق انه يكسب ريال مدريد زي ما شفنا الماتش الاخير لريال مدريد في الدوري الاسباني كان قدام مايوركا، الفريق الضعيف اللي في المركز العاشر اللي قدر يطبق اللي احنا بنتكلم فيه وقدر يخطف هدف قدام ريال مدريد، ولعب بعديها اللعب والاستحواذ على الكوره حتى لو ريال مدريد كانت فرصها عاليه على المرمى، ولكن ما قدرش يرجع للماتش وخسروا بنتيجه 1-0. لكن رساله مهمه واخيره، زي ما الاهلي بيتميز ببلس 90 باهدافه القويه، احذر ريال مدريد في الدقايق الاخيره من اي مباراه. انما طريقه لعب الاهلي الحاليه تقربه كتير جدا جدا من المكسب، ولكن لو الاهلي صدق نفسه انه هيكسب فهيكسب. وزي ما اتكلمنا ان الاستحواذ اهم اسلحه الاهلي للفوز على ريال مدريد، فلو الاهلي لعب على الاستحواذ هيقرب خطوه كمان من المكسب. كمان اخر فريق استغل معركه الاستحواذ قدام ريال مدريد وكسب فعلا الماتش هو برشلونه، ولكن ريال مدريد حتى لو لعب باستحواذ وهو اللي معاه الكوره مش دايما بيكسب. احيانا ريال مدريد بيلعب على الاستحواذ وبيضمن معركه الاستحواذ في الملعب، ولكن يا بيتعادل يا بيخسر، ولو كسب ما بيكونش بفرق كبير زي ما احنا عارفين. فانا عارف انك هتيجي تقول لي هو انت بتقارن الاهلي ببرشلونه، فخليني اقول لك ايوه بقارن الاهلي ببرشلونه، لان طريقته واسلوب اللعب تقريبا بيشبهوا بعض بشكل كبير. بالعكس ان مدرب الاهلي كولر اكبر من مدرب برشلونه بخبراته بالسي في بتاعه وبطولاته، وكوره وحوافز الاهلي ودوافع لعيبته اكبر سواء من برشلونه او ريال مدريد. انما المقارنه الحقيقيه اللي نقدر نتكلم عليها هي القيمه التسويقيه للاعبي ريال مدريد وفارق الخبرات وفارق السرعات كمان عن الاهلي، ولكن دي مش كل حاجه في الكوره. ولو عاوز تاخد مني الاجابه من الكنترول واقول لك ازاي يقدر الاهلي يكسب ريال مدريد، فاهم نقطه يقدر من خلالها الاهلي انه يفوز بالماتش ده هو التحكم في رتم الماتش، وده لان رتم ريال مدريد سريع جدا ورتم الكوره مختلف عن الاهلي وعن الجوده اللي احنا بنلعب بيها هنا في مصر. ولكن الاهلي لو قدر يتحكم في رتم المباراه هيقدر يكسب الماتش بكل سهوله، لانه مش هيقدر يجاري رتم ريال مدريد لو هو اللي بيتحكم في الكوره. طب لو جيت سالتني ايه هو افضل تشكيل يبدا بيه الاهلي ماتش ريال مدريد، فخليني اقول لك كده وانا مغمض، افضل تشكيل يبدا بيه الاهلي ماتش ريال مدريد هو تشكيلته الاخيره في ماتش اوكلاند سيتي في كاس العالم، لانه كان تشكيل فعلا قوي، وده لانه ضم توليفه كده هي الاكثر انسجاما في الاهلي، ومن خلال نقطه مهمه جدا وهي نقطه النزول لعمق ملعب الخصم واستلام الكوره منه، ادت للاهلي قوه كبيره جدا انه يتحكم في الماتش ويلعب كوره باداء وروح وشكل مميز جدا. قدر الاهلي فيها يعمل كل حاجه في الكوره. قدر الاهلي من خلال التشكيل ده انه يخرج في ماتش هي من اجمل ماتشاته في التاريخ اللي انا شفتها للنادي الاهلي، بكوره ممتعه، استحواذ على الكوره، بناء واسلوب وطريقه لعب فرضها من اول الماتش لاخره. فكان الاهلي متوج بالفوز، فكان الاهلي لازم يختم الماتش ده بفوز يخليه يواجه ريال مدريد. انما لو رحنا عملنا مقارنه سريعه كده بين لاعبي ريال مدريد ونجوم النادي الاهلي، فخلينا نبدا بالبدايه بحارس المرمى وقلبين الدفاع اللي هتلاقيهم ما بيقولوش كتير عن المستوى الحالي لقلبين الدفاع وحارس مرمى ريال مدريد. انما لو رحنا لمعركه نص الملعب فهتلاقي ديانج كاتفيندر اعلى من كامينجا بشكل ملحوظ، ولكن كروس ومودريتش اعلى كتير من عمرو السوليه وحمدي فتحي. انما لو رحنا لكرفخال وعلي معلول فالاثنين مخضرمين، ولكن كرفخال ده في حته ثانيه. انما لو جينا نقارن خط هجوم الاهلي بخط هجوم ريال مدريد، فالحقيقي دي هخرجها بره المقارنه، عشان زي ما قلت في اول الحلقه الاهلي ما عندوش سترايكر قوي يقدر يبني عليه هجماته ويخلص بيه مشاكله، ولكن بنزيما هو اعلى من اي مهاجم في العالم من بعد ليفاندوسكي. لو رحنا بصينا للشحات وفالفيردي، فالشحات قابل ريال مدريد قبل كده في كاس العالم، فهنقول ان خبرات الشحات اقوى كتير من فالفيردي، ولكن فالفيردي عنده قوه واداء بدني اقوى كتير من الشحات. ولو رحنا على الجنب الثاني فهتلاقي اللي بنقارن ما بينهم هم عبد القادر وفينيسيوس، ومش قادر اتكلم عن الاثنين دول لكن هم شبه بعض شويه في الحرفشه، ولكن فينيسيوس طلقه على المرمى. ولو رحنا نتكلم على الورق كده واحنا قاعدين فهنلاقي قدره تجاوز هجوم ريال مدريد لدفاعات الاهلي قد تتجاوز ال 55%. انما لو بصينا للجهه المقابله فقدره تجاوز هجوم الاهلي قدام دفاعات ريال مدريد لا تتعدى ال 35%. ولكن على الورق حاجه وداخل الملعب وجوه المستطيل الاخضر بيحصل حاجات ثانيه خالص وفي النهايه. ولكن على الورق حاجه وداخل الملعب والمستطيل الاخضر وحاله اللعيبه بتكون حاجة تانية خالص. وفي
وفي النهاية دي لعبة جماعية، عنصر الحسم فيها هو الالتزام التكتيكي داخل الملعب والأدوار جوه المنظومة. ولو سألتني عن توقعي في ماتش ريال مدريد قدام النادي الأهلي، فخليني أقول لك إني بتوقع إن الماتش ده هيوصل لأشواط إضافية، ولكن هيتحسم في الأشواط الإضافية ومش هيوصل لضربات الجزاء، وده بسبب المردود البدني اللي هتشوفه في الفرقتين في نهاية الأشواط الإضافية الثانية، وده اللي بسببه للأسف ريال مدريد أعلى كتير من الأهلي بدنيا، وده اللي ممكن يحسم اللقاء. ولكن على هجمه سريعه خاطفه من لاعبي النادي الاهلي اللي مميزين فيها بشكل كبير جدا، لو خطفت الجول الاول في ريال مدريد اوعى تامن دفاعيا، ولكن حاول انك تجيب الثاني والثالث، لانك هتربك دفاعات ريال مدريد بشكل كبير جدا. فخليني اقول لك ان الدفاع قدام ريال مدريد مش هو الحل للفوز بالمباراه. وعلى سبيل المثال سيموني ملك الفكر الدفاعي لما واجه ريال مدريد في الاشواط الاضافيه الثانيه فخسر 3-1 بعد لما خسر الاستحواذ وفقد مردوده البدني قدام ريال مدريد. سيموني ساعتها كان مطرود منه 1، ولكن امام ريال مدريد في مباراه المغلوب لا تعتمد على المردود البدني، لان ريال مدريد بيقتلوا نفسهم جوه الملعب. ففي النهايه اهم اسلحه النادي الاهلي للفوز على ريال مدريد هو العنصر البدني ولا شيء غيره، والاستحواذ على الكوره بشكل كبير اهم عناصر هتقتل الماتش امام ريال مدريد. ففي النهايه لحظات بس بتفصلنا وساعات قليله عن ماتش مصيري بين الاهلي وريال مدريد الى نهائي كاس العالم، فتفتكر مين اللي هيكسب الماتش ده؟ انتوا كمان تقدروا دلوقتي في الكومنتات تتوقعوا نتيجه مباراه الاهلي امام ريال مدريد بطل القرن الافريقي امام بطل القرن الاوروبي، فلمين هتكون النتيجه؟ توقعوا دلوقتي في الكومنتات، وما تنسوش تشوفوا حلقه التحليل اللي هتنزل بعد نهايه مباراه الاهلي وريال مدريد اللي هنتكلم عليها في كل التفاصيل. فيا رب انصر الاهلي.